ازيكم عاملين ايه؟ خلاص قررت تروح دهب اخيرا؟ بس احسن حاجه انت عملتها انك فتحت الفيديو ده، لانك مش هتحتاج تشوف فيديو تاني. ما انت فاهم، ما انت مشترك معانا من زمان، ولا انت مش معانا من زمان؟ يلا ديك شرفتنا، اعمل بقى لايك واشتراك وتعالى كده اما اقول لك كل حاجه عن دهب. تعال. اول حاجه هكلمك عنها هي الموقع بتاع البلد. دهب موجوده في استنى خليني بس الاول اقول لك على واحده من احسن الشركات اللي بتعمل رحلات لدهب، واحده من الشركات اللي بتروح تحجز معاهم والباقي كله عليهم. كامب ترافل واحده من الشركات القليله قوي اللي بتعمل رحلات ببرنامج كامل لدهب. كل يوم انت عارف هتروح فين وهتعمل ايه، اتوبيس معاك طول الرحله هيوديك كل مكان، ودي حاجه مهمه لان المواصلات هناك مش احسن حاجه. انت بس بتدفع اشتراك الرحله وهم بيعملوا لك كل حاجه ثانيه، فنادق، مواصلات، مزارات، اكتيفيتيز، اي حاجه. قول لهم بس وانت بتدفع انك من طرف كابتن موسى، يمكن يعملوا لك ديسكاونت ولا حاجه. هتلاقوا لينك صفحتهم بتاع الفيسبوك في الوصف تحت الفيديو. احنا كنا بنقول ايه؟ الموقع بتاع دهب موجوده في جنوب سيناء بعد شرم الشيخ ب 85 كيلو، يعني ساعه بالعربيه، بس ممكن تروح من طريق تاني من غير ما تعدي على شرم الشيخ. بس في الحالتين انت هتعدي من نفق من انفاق قناه السويس، موجوده على خليج العقبه مش البحر الاحمر، بين شرم الشيخ ونويبع. مدينه ساحليه حواليها جبال في كل مكان، هتلاقي فيها شواطئ رمليه وشواطئ صخريه، محميات طبيعيه وكافيهات وصحراء وشعاب مرجانيه، هتنبسط. تاني حاجه الطقس في دهب. المناخ في دهب هو مناخ صحراوي، الجو دافي اغلب فترات السنه، واحيانا الرطوبه بتبقى عاليه، وفي الشتاء الحراره بتقل كتير بالنهار، وبالليل ممكن يبقى بارد جدا. درجات الحراره بتكون في الثلاثينات في شهور الصيف، وفي شهور الشتاء بتكون في العشرينات بالنهار، وبالليل ممكن توصل لغايه 10 مئويه مثلا. دهب من المدن اللي ممكن تزورها طول السنه عادي، مفيش هناك تطرف في درجات الحراره لا في الصيف ولا في الشتاء، بس البحر احلى في الصيف. ممكن نزور البحر في الشتاء يكون تحدي شويه. انا رحت دهب 3 مرات، مرتين في الشتاء ومره في الصيف، حبيتها في الصيف اكتر. عشان كده الموسم السياحي في دهب بيكون من شهر يونيو لغايه شهر نوفمبر، ده افضل وقت تروح في دهب. طيب اللي بيروح دهب بقى بيروح عشان يعمل ايه؟ اسباب الزياره يعني او نوع السياحه هناك. اول حاجه هي سياحه الشواطئ، بس شواطئ دهب مختلفه تقريبا عن كل شواطئ مصر. الدنيا هناك هاديه قوي زي البلد كلها. في شواطئ هناك ممكن تلاقي نفسك قاعد فيها لوحدك، هتلاقي جبال حواليك في كل مكان، واماكن كتير فيها شعاب مرجانيه، والشعاب المرجانيه يعني الغطس، من اشهر وجهات الغطس في مصر والعالم. اماكن كتير فيها شعاب مرجانيه هناك هقول لك عليها بعد شويه. كمان دهب بتتميز برحلات الصحراء زي السهرات البدويه او السفاري، وكمان دهب بتعتبر اهم وجهه للكايت سيرفنج في مصر. مصر اصلا من اهم وجهات الكايت سيرفنج في العالم. طيب احنا اتكلمنا كتير عن دهب واحنا لسه قاعدين، مش نروح بقى ولا ايه؟ يلا بينا نشوف المواصلات لدهب شكلها ايه. دهب ما فيهاش مطارات، اقرب مطار هو مطار شرم الشيخ. الطياره من القاهره لشرم الشيخ بتاخد ساعه، وساعه كمان بالعربيه لغايه دهب. تقدر برضه تيجي دهب باتوبيس، تقريبا كل شركات الاتوبيسات في مصر بتروح دهب، ودول تقدر تحجزهم اونلاين. لو جاي من القاهره هتلاقي سعر التيكت على جو باص حوالي 280 جنيه، ومن اسكندريه 400 جنيه، ومن شرم الشيخ 100 جنيه. جو باص برضه بيطلع من طنطا والمحله ونويبع لغايه دهب. اما بلو باص فالتذكره بتبدا من 320 جنيه لو جاي من القاهره، ومن اسكندريه بيطلع ب 390 جنيه من محرم بيه. بلو باص برضه بيطلع من شرم الشيخ لدهب ب 100 جنيه. شركه اتوبيسي عندهم برضه خطوط لدهب من الزقازيق والمنصوره وشرم الشيخ. اسعار التذاكر هي 270 من الزقازيق، و285 من المنصوره، و80 جنيه من شرم الشيخ. اما شرق الدلتا هتلاقيه من 200 ل 230 جنيه من القاهره على حسب المحطه اللي هتركب منها. في شركه ثانيه اسمها وي باص، دي بتطلع ميكروباص 13 راكب من القاهره ومن اسكندريه لغايه دهب، بتحجز فرد واحد من القاهره او من اسكندريه ب 300 جنيه. كلام في سرك كده، ممكن يحجزوا لك كرسي للقطه او الكلب بتاعك، ناس ذوق صراحه. لو حابب برضه حوار الميكروباصات ده فممكن برضه تحجز ميكروباص كامل لوحدك من سويفل، هيكلفك من 3000 ل 3600 جنيه من القاهره على حسب النوع، ذهاب بس. او ممكن تحجز كوستر اللي هو الاتوبيس الصغير ده ب 5500 جنيه ذهاب بس من القاهره. لو اخدت الميكروباص بتاع سويفل من اسكندريه هيكلفك 4500 جنيه للرحله الواحده. لو حجزت ذهاب وعوده في نفس اليوم التكلفه هتقل شويه. هي دي المواصلات لدهب. طيب هنتحرك ازاي جوه دهب؟ ايه المواصلات اللي ممكن تستخدمها هناك؟ دهب ما فيهاش مواصلات بالمفهوم العادي بتاع المواصلات، يعني ما فيش خطوط اتوبيسات ولا ميكروباصات ولا الكلام ده، وكمان ما فيهاش تاكسيات. لكن المواصلات المنتشره هناك هي عربيات بتاعه اهل البلد. العربيات دي بتبقى عربيات عاديه او نص نقل او ميكروباص، تطلع على الشارع واللي تشوفه تشاور له، هيوديك اي مكان على الطريق او جوه الصحراء. بس ده بتتفق معاه على الاجره قبل ما تركب. المعروف ان الاجره بتبقى 10 جنيه للفرد لو المشوار قريب، لو مكان بعيد شويه ممكن يقول لك 20 30 50 او اكتر. لو انتوا كتير هتعرف تفاصل معاه احسن. غالبا بيحسبوها بالفرد. العربيات النص نقل ممكن تركب في الكابينه قدام او في الصندوق اللي ورا في الاوبن اير اريا. العربيات دي ممكن توديك اي مكان جوه دهب او بره دهب، كله على حسب الاجره اللي هتتفقوا عليها. انت ممكن برضو اول ما توصل دهب عند موقف الباصات هتلاقي هناك سواقين كتير واقفين
تيم، خد تليفون اي واحد فيهم او كذا واحد، ولما تحب تروح اي مكان كلمه يجي لك ياخدك يوصلك ويجيبك، وممكن يبقى دليل معاك برده في اي حاجه ممكن تحتاج تساله عن اي حاجه، يحجز لك اي حاجه، وحتى يظبط لك طلعه باربيكيو في اي مكان. كمان شركات السياحه اللي موجوده في دهب عندهم عربيات، كلمهم يجيبوا لك عربيه، اغلى طبعا بكتير بس احسن بكتير. هي دي المواصلات جوه دهب. يا اما بقى تريح دماغك من حوار المواصلات ده وتروح تحجز رحله مع كامب ترافل، الشركه اللي كلمتك عنها في اول فيديو، هيكون معاك اتوبيس خاص بيوديك اي حته ويجيبك وتشتري دماغك. طيب ما اشتريتش دماغك ورحت لوحدك، ايه هسيبك لوحدك؟ ده اسمه كلام؟ انت حبيبي يا جدع. دهب فيها كذا نوع من انواع الاقامه. اول نوع هو الفنادق، موجود هناك فنادق 3 نجوم و4 نجوم و5 نجوم، بس ال5 نجوم مش كتير، عددهم اقل من صوابع ايدك الواحده. دهب اللي بيميزها هو البساطه، واللي بيكون رايح هناك بيكون رايح عشان كده، رايح مكان رايق وكل حاجه فيه هاديه وبسيطه. الفنادق هناك منتجعات مش مباني كبيره، كل المباني اصلا في دهب دور او دورين. المنتجعات اللي الشط بتاعها رملي هي القريبه من منطقه اللاجونه، هكلمكم عنها كمان شويه. المنتجعات طبعا هي افضل اختيار لاماكن الاقامه، لكن هي طبعا اغلى، بس في اختيارات ثانيه ارخص شويه. الكامبات، ودي منتشره جدا في دهب لانها بتتميز بالبساطه، بتكون موجوده على البحر على طول او ممكن تكون موجوده جوه البلد. الكامب هو غرفه صغيره مفروشه، بتكون معموله من الطوب او الخشب او البوص، ممكن يكون فيها حمام خاص او ممكن يكون الحمام مشترك، بس مش بيكون فيها خدمات الفنادق زي الروم سيرفيس والوجبات وكده، عشان كده اسعارها بتبقى رخيصه. الليله هناك مثلا ممكن تكلفك من 100 جنيه ل 300 جنيه. في كامبات ممكن تحجز فيها سرير بس جوه الغرفه، يعني زي الهوستلات كده، ممكن تحجزها عادي من مواقع حجز الفنادق الاونلاين. اغلب الكامبات هناك موجوده في مناطق العسل او المليل واللايت هاوس والفنار، ودي هي اماكن وسط البلد في دهب. في حاجه كمان من اماكن الاقامه اللي بتعتبر رخيصه في دهب، لا شقه سكنيه عاديه، بس ما بتبقاش شقه كامله. يعني هناك بيقسموا الشقق لباكيات وكل باكيه بتتاجر لوحدها، ده لو انت هتاخد الشقه يعني كام يوم مش فتره طويله. انما لو هتاجر الشقه شهر او اكتر ففي الحاله دي هتاخد الشقه كامله. في الحالتين الشقق دي مفروشه وفيها كل الاجهزه، ثلاجه وتلفزيون وتكييف وممكن كمان واي فاي. اغلب الاماكن اللي هتلاقي فيها شقق في دهب هي منطقه العسله ومنطقه المدينه، ودي هي المناطق اللي ساكن فيها اهل دهب اللي هم البدو. موجود برضه شقق سكنيه في منطقه الممشى. اسعار الشقق مختلفه بس بتكون تكلفتها ما بين الفنادق والكامبات. عدد بسيط منها برضه ممكن تحجزه اونلاين من مواقع حجز الفنادق، بس الغالبيه هتحجزها هناك عن طريق سمسره. الاسعار بتبدا من 400 ل 1500 في اليوم، وانت وشطارتك بقى في الفصال. في اماكن برضه في دهب ممكن تاجر لك خيمه، بتبقى خيمه عاديه ما فيهاش اي حاجه غير مكان للنوم وغلايه ميه مثلا، ودي بتبقى موجوده في الطل كده، او ممكن تبقى خيمه خشب بتبقى تبع اي كامب او هوستل هناك، وبيكون متاح ليك استخدام المرافق بتاعه المكان ده زي الحمام والمطبخ والبار وكده. لكن كاماكن اصلا مخصصه للتخييم في دهب فمش هتلاقي الكلام ده. خلاص كده دي كل اماكن الاقامه اللي في دهب. ريح بقى شويه ويلا عشان ننزل نلف شويه في البلد، وتعالى اقول لك على 5 حاجات لازم تعملهم لما تروح دهب. يلا بينا. اول حاجه الدايفنج. دهب من اهم مناطق الغطس في العالم، البلو هول، الثري بولز، ابو جالوم، اللايت هاوس والكيفز والايل جاردنز. يا وجع المربرب، الناس بتيجي هنا من كل حته في العالم. تاني حاجه تعملها في دهب اساسي لازم تروح الممشى، اهم مكان في دهب. ده هو قلب دهب، طريق موازي للبحر، في كل شركات الرحلات ومحلات الهدايا والمطاعم. من ناحيه البحر هتلاقي الكافيهات اللي منها للبحر على طول، زي ما بقول لك كده مراجيح بقى ودلد الرجل. ثالث حاجه سفاري وادي جناي في دهب هو احلى سفاري في مصر. 3 ساعات بالبيتش باجي هتدخل بيهم الصحراء وسط الجبال وتعدي على الشط والاسفلت وتروح الواحه وتشرب شاي وتطلع جبال وتنزل جبال، وليله جامده قوي ساعات. ممكن تعملوا الفجر او قبل الغروب. رابع حاجه البلو هول، واحد من افضل 5 اماكن للغطس في العالم. حفره كبيره قرب الشط كده مليانه شعاب مرجانيه، وعلى الشط من بره كافيهات تقعد فيها وتتغدى وتسيب حاجتك. امان ما تخافش. لا خير، بقول لك ما تخافش، انا هعمل فيديو من هناك. 5 حاجه هي اللاجون، احلى شط في دهب، جزء من محميه ابو جالوم، بتروحها بالجمال او بمركب سريع من البلو هول. تقدر هناك تعمل كايت سيرفينج او ممكن تقعد هناك تتفرج على الغروب في اهدى مكان في دهب. ده كتير. ما انا عارف ايه ده، بس كده وما تخافش، هقولهم لك من الاول تاني. انا بس كنت بصحصحك كده شويه، بس انا كنا بنتكلم عن الفنادق وبتاع ولقيتك ريحت مني شويه. اشهر مكان في دهب والمكان اللي لازم تروحه هناك هو الممشى او المشايه او بلغه اهل البلد المسبط. ده هو بديل الكورنيش في دهب، طريق موازي للبحر بس مش على البحر على طول. انت هيكون على يمينك مطاعم وكافيهات بتبص على البحر على طول، ومن الناحيه الثانيه المحلات والبازارات واماكن الهدايا والحاجات المشهوره بيها دهب. الطريق ده ما فيهوش عربيات، ده ممشى بس. الممشى ده بيعتبر وسط البلد بتاع دهب، كل شركات السياحه والرحلات موجوده هنا، كل المكاتب اللي ممكن تحجز منها الرحلات هتلاقيها هنا. اكتر حاجتين بيميزوا المكان ده هي الكافيهات اللي القعده بتاعتها على البحر على طول، لا حرفيا على البحر على طول، يعني ممكن تقعد في الكافيه وتدلدل رجلك في الميه. المكان بيبقى تحفه بالنهار، وبالليل كافيهات كتير منها بتعمل حفلات وسهرات. وتاني حاجه هي البازارات. عن نفسي بشوف ان المكان ده هو احلى مكان في مصر ممكن تشتري منه هدايا، في حاجات هنا مش هتشوفها في اي مكان تاني. الممشى هو واحد من احلى الاماكن اللي تاخد فيها صور في دهب، اغلب الصور اللي بتشوفوها لدهب على الانستجرام بتكون في المكان ده. بس خلاص.
تاني مكان مشهور في دهب هو البلو هول. ده بقى واحد من اشهر اماكن الغطس في العالم. ده دايره كبيره كده في الميه حواليها شعاب مرجانيه في كل مكان. الدايره دي على الشط على طول، العمق بتاعه اكتر من 100 متر، وفي تحت ممرات ضيقه كتير بتخليه واحد من اخطر الاماكن اللي ممكن تعمل فيها غطس في العالم. غطس لكن سنوركلينج برضه عادي مفيش مشكله. اصلا ما حدش بيعمل غطس هنا غير لو معاه رخصه غطس. هتروح هناك بعربيه مثلا وبعدين هتركنها وتاخد عربيه تانية او جمل يدخلك لغايه جوه، لانه محميه طبيعيه فالطريق مش متسفلت. هتدخل جوه بقى هتلاقي كافيهات في كل مكان قصاد الشط، تختار لك اي واحده تعجبك وتقعد فيها وتسيب حاجتك وتنزل الميه. البلو هول بقى الموضوع مش بس ميه، في كمان الجبال اللي حوالين بلو هول. ممكن تطلع رحله هايكنج كده قصيره وتتصور ويكون البلو هول كله باين من تحت. البلو هول هو محميه طبيعيه ليه رسم دخول 25 جنيه للمصريين و10 دولار للاجانب. وانت في البلو هول بقى ممكن تعمل رحله ثانيه لمحميه ابو جالوم، يعني بتاع 5-6 كيلو كده من البلو هول. ممكن تروح هناك بالجمال او ممكن تروح برحله بحريه في السبيد بوت بحوالي 80 او 100 جنيه. هتزور المحميه وبعدين تاخد عربيه ثانيه ب 250 جنيه رايح جاي للعربيه كلها وتروح شط البلو لاجون. حاجه كده من اماكن الانتخه الجامده قوي في دهب. مش بقول لك دهب بلد هاديه، ده بقى اهدى مكان في دهب. المايه هناك تحفه. هتعمل ايه هناك؟ مش هتعمل اي حاجه، هتبقى قاعد بلا هدف تتفرج على الميه وعلى الجبال وعلى الناس اللي بتعمل كايت سيرفنج. ما هو ده واحد من اماكن الكايت سيرفنج في دهب، هكلمك عنها كمان شويه. رسم دخول المحميه دي ب 25 جنيه للمصريين وب 5 دولار للاجانب. ممكن برضو ترجع قبل الغروب او ممكن تبات هناك في خيمه من الخيام اللي موجوده، تكلفك من 100 ل 300 جنيه في الليله من غير اكل. ده كان البلو لاجون اللي هو جزء من محميه ابو جالوم. مش عايزك تتلخبط بينه وما بين دهب لاجونه. دهب لاجونه حاجه وبلو لاجون حاجه. دهب لاجونه او اللاجونه ده احلى شط في دهب، ده الشط الرملي الوحيد اللي موجود في دهب. ده اقرب لوسط البلد كتير من البلو لاجون. المنطقه دي برضو ممكن تعمل فيها ويند سيرفنج وكايت سيرفنج. اللي هتعمله هنا هو نفس اللي هتعمله في البلو لاجون، تقعد ما تعملش اي حاجه. لاجونه يا جماعه يعني بحيره. المكانين دول هم بحيرتين في دهب على البحر. البحيره بقى اللي موجوده في منطقه دهب لاجونه اسمها الماجيك ليك. منطقه جامده جدا برضو عشان تقعد وتريلاكس. بيقولوا الرمله والطينه اللي في البحيره دي بيستخدموه كعلاج، وفي ناس بتروح هناك بتتغطى بيه. في هناك قريب كافيهات ومطاعم كتير. المايه اللي في الماجيك ليك هي ميه بحر مش ميه عذبه ولا حاجه. كلام في سرك كده، الماجيك ليك دي اهل دهب بيسموها الملاحات. ليه؟ ده موضوع تاني اللي بنتكلم فيه بعدين. وادي الطويلات ده وادي او منطقه كده وسط جبل اسمه جبل الطويلات. ده جوه الصحراء بين الجبال، بعيد خالص عن المدينه، حاجه بتاع 2 كيلو كده جوه الصحراء. هو مكان بيعملوا فيه سهرات بدويه وحفلات بالليل وكده. ممكن تحجز سهره هناك من اي مكتب رحلات موجود في دهب، بتبقى في حدود 120 جنيه، بتبقى شامله العربيه اللي هتوديك وتجيبك. جوه الوادي هتلاقي مكان ممكن تشتري منه ميه واكل، اسعارهم بتبقى غاليه شويه جوه. بتروح هناك بتقعد حوالي ساعه ساعتين على اعداد بدويه كده جوه الصحراء، حفلات واغاني بدويه ورقص. بالنسبه لي انا احلى حاجه في الحوار ده هو الطريق ضلمه جدا عشان بعيد عن المدينه، ودي حاجه بتخليك تشوف النجوم في السماء احسن من اي مكان تاني. باخد لك عربيه نص نقل واركب ورا ونام على ظهرك. السهرات البدويه هناك مش بس في وادي الطويلات، في اوديه تانية كتير بين الجبال زي وادي كونكشن ووادي البيضاء ووادي سيال. في اماكن تانية كتير في دهب بس مش بتعتبر اماكن سياحيه، بس هي مناسبه للناس اللي بتحب اكتر سياحه المدن. زي مثلا منطقه العصله، دي المنطقه اللي 3/4 سكان دهب ساكنين فيها، موجوده على البحر وبين جبال. هي اسمها العصله بس بتتكتب بالسين مش بالصاد، بس تقعد تقراها بالانجليزي وتفتكر ان اسمها اصاله. ماشي. بتعتبر اهدى مكان في دهب جوه المدينه. منطقه مليانه بيوت وفنادق وشقق ايجار. في هناك اسواق ومطاعم وكافيهات. اشهر شارع في العصر هناك اسمه شارع المليل، ده بقى اللي فيه الكافيهات والحركات. في منطقه كمان اسمها المشربه، منطقه على البحر على طول برضه فيها فنادق وشقق كتير. المنطقه دي بتعتبر بدايه شارع المظبط. المظبط ده اللي احنا قلنا هو ايه؟ نسيت؟ معلش جيت عليك جامد انا الفيديو ده. المظبط ده اللي هو الممشى، اول حاجه اتكلمنا عنها. طب خليني اقول لك بقى على الاسواق اللي موجوده في دهب. طبعا منطقه الممشى او المظبط بتعتبر اهم سوق في دهب. زي ما قلت لك من شويه موجود هناك كل حاجه، سواء حاجات تشتريها او حتى الخدمات اللي ممكن تاجرها وتحتاجها. الاسعار هناك مش غاليه قوي بس ممكن تفاصل برضه في كل مكان. اشهر واهم سوق في دهب بعد الممشى هو سوق اسمه سوق رمسيس فاميلي. ده موجود في منطقه المشربه اللي هي قبل المظبط. هنا ممكن تشتري ملابس وهدايا وعطور، منتجات كتير صناعه يدويه من اللي بتتميز بيها الحياه البدويه هناك. السوق ده ليه مواعيد شغال فيها من 10 الصبح ل 7 بالليل. ثالث سوق في دهب بقول لك عليه هو سوق الجمعه. يا معلم دهب فيها سوق الجمعه، مكان صغير كده على البحر في منطقه اللايت هاوس، شارع المليل في العصر قصاد فندق الشيخ سالم. ورا المدرسه في مدق حديد خش فيه. ده سوق بيتعمل كل يوم جمعه من 11 الصبح لغايه الساعه 5 المغرب. ممر بقى طويل كده بتلاقي الناس فرشه هناك ترابيزات وكل واحد واقف بيبيع حاجه. اللي بيبيع اكل بيتي واللي بيبيع اكسسوارات واللي بيبيع اكل اورجانيك. اغلب الناس اللي بتبيع هناك هم اجانب من اللي ساكنين في ده، فهتلاقي بقى هناك اكل من كل دول العالم واكل بيتي مش اي اكل. هتلاقي بقى كل واحد عامل اكل في بيته وجاي يبيعه. هتاخد بقى الاكل زي ما هو كده من الصينيه ولا من الحله اللي معمول فيها. ايه ده؟ محشي؟
اكل روسي بقى على فرنساوي على الماني على مصري، فهتنبسط جامد يعني. بس هو مش بس اكل، الناس هناك بتبيع كل حاجه، اكسسوارات وملابس وشنط وشغل هاند ميد من اللي بيعملوا كل اللي شغالين هناك. دي اهم الاسواق. طيب اهم الشواطئ بقى. بص، لو جاي دهب عشان شواطئ رمليه ما تجيش، هي منطقه واحده بس اللي في دهب اللي فيها شط رملي، باقي الشواطئ كلها شواطئ صخريه او اللي فيها الحصى الصغير ده اللي هيعورك في رجلك لو ما جبتش معاك جزمه ميه. فكل الشواطئ اللي هقول لك عليها دي هي شواطئ مش رمليه، غير شط واحد بس اللي هو اللاجونه، دهب لاجونه. اهم الشواطئ دي هم دول: شط دهب العام او الشط العام، ده موجود في منطقه اسمها المدينه من فندق جاز ذهبيه وشرطه المسطحات المائيه، بيعتبر افضل شط في دهب، ما فيهوش شعاب مرجانيه قريبه والدخول مجاني، وفي هناك العاب مائيه كتير. جنب شط دهب العام هتلاقي شط تاني اسمه البيبي فيش قصاد فندق جاز ذهبيه. هي عموما منطقه كبيره وفيها شواطئ كتير. في شط كمان اللي هو اللاجونه او دهب لاجونه اللي كلمتك عنه، زي ما قلت لك هو الشط الرملي الوحيد اللي موجود في دهب. بيسموه كمان هناك اللسان لانه عامل زي شبه جزيره كده جوه الميه. ممكن تشوف اللسان ده وانت داخل دهب، بتشوفه كده على الطريق من فوق. ممكن في اللاجونه تدخل بعربيتك لغايه جوه وتركنها جنبك، هناك بقى تجيب فرشه بتاعتك وتقعد مع نفسك. طبعا اتكلمت عن اللاجونه من شويه، هي والبلو لاجون، واللي بتعتبر برضو واحده من احلى الشواطئ اللي موجوده في دهب، اللي موجوده في الشمال فوق خالص بعد ابو جالوم، اخر حاجه في دهب. في كمان شط اسمه الثري بولز، ده موجود في الجنوب، من الشواطئ المشهوره جدا واللي مش بيكون زحمه، مفيش هناك العاب مائيه ولا اي خدمات، بس مفتوح طول اليوم. الثري بولز اصلا هي واحده من اشهر مناطق الغطس في دهب اللي هنتكلم عنهم كمان شويه، فهتلاقي هناك شعاب مرجانيه قريبه من الشط. بس عموما اغلب الشواطئ في دهب هي شواطئ صغيره، اكبر شطين هناك هم اللاجونه والبلو لاجون، ومفيش هناك شواطئ زحمه، الدنيا هناك هاديه خالص، لان اغلب زوار المدينه بيهتموا اكتر بالغطس مش بالقعده على الشواطئ. كده انا قلت لك على كل الاماكن اللي موجوده في دهب، بس لو انت قاعد فتره طويله شويه هناك وعاوز تروح اماكن تانية، في اماكن تانية كتير بره المدينه ممكن تروحها بس قريبه من دهب، زي مثلا محميه نبأ اللي قريبه من شرم الشيخ واللي كلمتكم عنها قبل كده في فيديو دليل زياره شرم الشيخ، ابقوا شوفوه لو رايحين شرم الشيخ. برضه ممكن كمان تروحوا وادي الوشواش، ده موجود جوه الجبل في الطريق من نويبع لطابا قصاد راس شيطان كده، ده بتحجز له رحله من اي مكتب رحلات في دهب. دي منطقه هايكنج، بتاخد عربيه 4x4 وبتنزلك في مكان جوه الصحراء، بتمشي بقى بتاع 2 كيلو كده جوه الجبل لغايه ما توصل لمنطقه ميه طبيعيه عبرتها الامطار وسط الجبال. رحله مش مناسبه لكل الناس، بيبقى فيها طلوع حبال وصخور كتير. ممكن برضه تطلع بعدها على منطقه ثانيه اسمها الوادي الملون او الكالر كانيون، منطقه هايكنج ثانيه برضه بتشوف فيها جبال ليها الوان مختلفه كتير. قريب منك برضه بس مش هينفع في نفس اليوم مناطق هايكنج كتير بس اقرب لدهب، زي كانيون سلامه والوادي الابيض والوادي المغلق وعين خضراء، وكلها اماكن قريبه من بعضها. ممكن كمان وانت في دهب تروح دي يوز لراس شيطان، تختار لك كامب حلو كده وتقضي اليوم كله على البحر هناك. وممكن برضه تحجز رحله من دهب لسانت كاترين وتروح تطلع جبل موسى، ودي بتكون بالليل او بالنهار على حسب عاوز تشوف الشروق ولا الغروب من قمه الجبل. انا عامل فيديوهين من سانت كاترين والتلج هناك، ابقى شوفهم لو حابب تطلع. خلينا بقى نتكلم عن اهم الانشطه او الاكتيفيتيز اللي ممكن تعملها في دهب. اول حاجه هي الغطس. دهب وشرم الشيخ هم اهم وجهتين للغطس في مصر، ومن اهم 5 وجهات للغطس في العالم. انت اللي بتعمله هو انك تتفق مع اي مركز غطس موجود هناك انك تعمل غطسه في اي موقع من مواقع الغطس هناك. الغطاس بيجي لك هناك ومعاه كل العده، مش لازم تكون بتعرف تعوم ولا معاك رخصه ولا اي حاجه. لو انت بلح في الموضوع ده عادي مفيش مشكله، هو بينزل معاك وبيفضل ماسك فيك طول الغطس. لو معاك رخصه فتمام، هتأجر العده ومع نفسك. الغطس عموما تفاصيله كتير قوي، يعني مثلا هتغطس من مركب ولا هتنزل من على الشط، مركز الغطس هيبعت لك عربيه ولا انت اللي هتروح، عاوز تصوير تحت الميه ولا مش عاوز، معاك عده ولا هتأجرها، وايه هي نوعها، غطسه واحده ولا كذا غطسه، يوم واحد ولا اكتر من يوم، بالليل ولا بالنهار. كل التفاصيل دي هي اللي بتحدد بناء عليها التكلفه. لكن عموما خلينا نتفق ان لو هتنزل مره واحده بس فمتوسط تكلفه الغطسه هيكون 500 جنيه. قبل الغطسه بيكون في محاضره صغيره كده 10 دقائق، الغطاس بيتكلم معاك فيها عن الاشارات اللي هتتعاملوا بيها تحت الميه. الغطس في دهب بيكون متاح طول السنه، بس من يناير لمارس الجو بيكون ساقع شويه. دهب فيها اكتر من 30 منطقه للغطس ومواقع للشعب المرجانيه، فهقول لك على اهم كام منطقه كده فيهم. طب واقول لك على اهم كام منطقه ليه؟ ما اقول لك عليهم كلهم. امال ايه انت يا حبيبي، بقول لك استخسر فيك يعني اقول لك على كام موقع غطس؟ معقول بعد ما اديتني لايك واشتركت في القناه؟ طيب من فوق لتحت كده وعند منطقه البلو لاجون بتبدا من اول موقع اللي هو العميد، وبعد كده موقع تاني اسمه تريجر باي، وبعدين الكريمات، وبعدين الحجار، وبعدين صلاح بليس، وننزل لراس ابو جالوم هنلاقي ابو جالوم نورث وابو جالوم ساوث. ننزل لتحت ونبدا المكان اللي بيكون فيه طرق. قبل بلو هول هنلاقي موقع اسمه ذا بيلز، بعدين بلو هول، وبعدين تايجر هاوس، بعديه ريكس ريف، كورال جاردن، ذا كانيون، ابو طلحه، ابو هلال، شو ستروم، وبعدين نقرب من منطقه العسله موقع الايل جاردن، وبعدين موقع تاني مشهور اللي هو اللايت هاوس.
هاوس، بعدين بانر فيش باي، وبعدين مشربه. بنقرب اكتر لوسط البلد موقع اسمه ذا ايلاندز، بعدين 7 بينيكلز، وبعدين نابوليون ريف، وده اللي هو قدام منطقه اللاجونه. بننزل في الجنوب شويه نلاقي موقع اسمه لاين فيش روك، بعدين موراي جاردن، بعدين ندخل على موقع جولدن بلوكس، وبعدين الموقع المشهور 3 بولز. بعد ال 3 بولز في موقع اسمه السيد، وبعدين ذا كيفز، وبعدين شايره. بننزل لتحت خالص بنلاقي موقع اسمه شعب سعيد، وبعدين الشجيرات، وبعدين اخر حاجه خالص تحت جبر البنت نورث وجبر البنت ساوث. دي كل اماكن الغطس في دهب، مش هتلاقيها موجوده كلها في اي حته ثانيه. نفس الاماكن اللي بتعمل فيها دايفنج هي نفس الاماكن اللي بتعمل فيها سنوركلينج، بس البلو هول بالتحديد هو اكتر مكان بيتعمل فيه سنوركلينج في دهب. اولا لان الشعاب المرجانيه قريبه جدا من الشط، تاني حاجه لان منطقه بلو هول فيها كافيهات كتير قريبه، ودي حاجه بتساعدك انك تغير هدومك وتظبط امورك. اشهر اماكن السنوركلينج برضو في دهب هي الثري بولز وابو جالوم. وطبعا لو هتاخد مركب وتدخل جوه الميه فهو هيوقفك في اماكن ثانيه. طبعا النصيحه اللي دايما بقولها لاي حد بيعمل سنوركلينج، ممكن تاجر الزعانف والنضاره واللايف جاكيت براحتك، لكن الماسوره او البايب اللي بتاخد منه الهواء ما انصحكش، اشتريها احسن، انت بتحطها في بقك محدش ضامن حاجه. ده كمان انت ممكن تعمل كايت سيرفنج. كايت سيرفنج بالعربي يعني تزلج شراعي او ركمجه، اللي هو ركوب امواج. يعني المكانين اللي ممكن تعمل فيهم كده في دهب هو البلو لاجون واللاجون، دي اماكن مناسبه لكده لان التيار مش عالي ومفيش شعاب مرجانيه، وكمان ارضيه البحر بتبقى رمليه، ودي حاجه مهمه للامان. الكايت سيرفنج في اللاجونه بيتعمل في منطقتين، منطقه البيبي باي ودي بيكون ما فيهاش امواج خالص والميه مسطحه، ومنطقه ثانيه اسمها حيد نابليون دي فيها امواج خفيفه كده. دهب بيتعمل فيها كل سنه مسابقات للكايت سيرفنج، اهل دهب مكسحين الناس كلهم فيها. وممكن كمان هناك تعمل الويند سيرفنج لنفس الاسباب اللي قلتها. مش عاوز بقى حد يقول لي كايت سيرفنج يعني ركمجه، يبقى ويند سيرفنج ركهوه، هزعل منك. في هناك في اللاجونه مراكز للتدريب، مفيش مده محدده للتدريب، ومش لازم التدريب يبقى ورا بعضه، ممكن كل ما تروح دهب تتدرب شويه مفيش مشكله. الرحلات البحريه على اليخت موجوده برضه في دهب، بتحجز لها بالفرد من اي مكتب سياحه او رحلات هناك. اليخت بيتحرك الصبح الساعه 9 مثلا، وبيقف وقفتين ثلاثه للسنوركلينج والغطس في كذا مكان. تكلفه الرحلات دي بيكون من 300 ل 500 جنيه للفرد، ودي بتكون شامله وجبه غدا على المركب، نفس الرحلات اللي موجوده في شرم والغردقه. بس في دهب رحلات ليليه على المركب كمان، بيكون فيها حفلات ليليه وسط البحر، ودي مش موجوده غير في دهب بس. دهب كمان مشهوره جدا برحلات السفاري، في اكتر من مكان ممكن تعمل فيهم سفاري بالبيتش باجي في دهب، زي جبل الطويلات، 3 بولز، وادي جني، البلو هول، محميه ابو جالوم، اللاجونه. تكلفتها بتبقى في حدود 150 جنيه للفرد او 200 جنيه للدبل. مدتها بتبقى ساعه ونص ساعتين كده، ممكن تعملها في اي وقت في اليوم، بس اغلب الناس بتعملها وقت الشروق او وقت الغروب، وممكن تطلب كمان برنامج اطول شويه. بالنسبه بقى للتخييم في دهب، دهب مش متاح فيها قانونا موضوع التخييم ده، ومفيش اماكن زي ما قلت لك من شويه مخصصه للتخييم، بس ممكن تلاقي هناك ناس عامله خيمه في اللاجونه او البلو لاجون، دي حاجه مش مضمونه، الشرطه ممكن تمشيهم في اي وقت. الالعاب المائيه بقى والجلاس بوت والحاجات دي هتلاقيها في الشط العام بس مش موجوده في اي مكان تاني، بس في شهور الصيف هتلاقيها في منطقه اللاجونه كمان. مفيش في دهب جيت سكي، ممنوع هناك. هي دهب كده مزاج، اي حاجه هتصدعنا بلاش منها. اسعار الالعاب المائيه بالمقارنه بشرم الشيخ بتكون ارخص شويه. تمام كده، دي كل حاجه هتحتاج تعرفها عن دهب، بس مش عارف، حاسس ان في حاجه ناسيها. الوكل، ايه اخبار الوكل؟ ايوه لا مؤاخذه معلش، الكلام خدنا، القعده معاكم ما تشبعش منها والله، رغم ان دهب بلد صغيره الا ان في كميه كبيره من المطاعم هناك. هقول لكم على كام واحد كده من اللي بيعتبروا الافضل هناك. لو بدانا بمطاعم منطقه المظبط او الممشى، في هناك مطعم مشهور جدا اسمه علي بابا، من افضل مطاعم الاكل البحري اللي في دهب، بس عنده مشويات برده، وليه برده فيو حلو على البحر. مطعم تاني برده نفس المستوى اسمه الفنار، مطعم سمك برده موجود على البحر جنب علي بابا على طول، بس ما عندوش غير سمك. جنبه على طول مطعم اسمه فريندز برده سي فود بس. قبلهم بقى جنب الكوبري على طول هتلاقي مطعم الكابون، واحد من مطاعم الاسماك المشهوره جدا في دهب. شارك ده مطعم اسماك تاني برضو في الممشى على البحر، من المطاعم المشهوره في دهب، اسعاره بس اغلى شويه هو والكابون من باقي المطاعم، بس كل اللي فاتوا نفس المستوى ونفس السي فيو بتاع البحر، حتى اماكن القعدات جوه فيها شبه من بعضها. من مطاعم الاسماك برضو اللي في الممشى مطعم اسمه نيمو، مستواه كويس جدا لكن برضو اسعاره اغلى شويه، موجود جنب شارك وليه نفس الفيو على البحر. في مطاعم اسماك تانيه في دهب كويسه زي سي برايد او عروس البحر اللي في الممشى، وايل جاردن فيو اللي في شارع المليل، ومطعم درويش واسماك مريم في العصله. ومن المطاعم الكويسه برضو اللي في الممشى مطعم اسمه 100 ده مطعم اسماك ومشويات وفي كافيه ومشروبات كمان. في مطعم تاني اسمه جاكيز دهب، ده مطعم ايطالي، مطعم رايق كده وممكن تبقى ترقص فيه بعد ما تخلص اكل، يعني مش وانت قاعد بتاكل، ما هم اصلهم عندهم مكان كبير كده وسط المطعم بيخلوا الزباين تقوم ترقص فيه لو عايز، يعني مش بالعافيه. في برضه مطعم فراخ هناك اسمه ملك الدجاج او كينج تشيكن، مطعم مصري فراخ ومشويات وكده مش فراخ بس، اسعاره كويسه وليه شعبيه كبيره في دهب في اول شارع الممشى. جنبيه في مطعمين تانيين هم يام يام والمصريين، دول بقى فول وطعميه وشكشوكه والاكلات المصريه دي. موجود في الممشى برضه مطعم اسمه KFC كوريان فرايد تشيكن، مش كنتاكي، بس المنيو بتاعه زي كنتاكي بالظبط كده. خلاص في الممشى، بس لو رحنا العصله برضه هنلاقي مطاعم جامده تانية زي داي بسكاتوري، ده اكل ايطالي باستا وبيتزا وكده، اسعاره غاليه شويه. سيدكشن ده مطعم اكل لبناني. في مطعم صغير كده اسمه روتس، ده لو طلبت معاك كشري وانت هناك. في مطعم اسمه السلطان كيتشن، ده موجود في اول شارع طلعت حرب في العصره، ده مطعم مشويات مصري. في مطعم بقى من اشهر مطاعم دهب اسمه مخبز رالف الالماني، ده في العصله عند ميدان العصله كده، ده مطعم مخبوزات، عنده مخبوزات
غربيه زي الدانش والكرواسون والباتيه. في شارع المليل في مطعم اسمه زانوبا، ده بيعمل طواجن وعنده اطباق مغربي كتير. في منطقه اللايت هاوس بقى في مطعم ايطالي اسمه اتانور بيزيريا، ده بيعمل بيتزا وباستا وسندوتشات ايطاليه. في المشربه على البحر في مطعم اسمه رامز وباولا او لخبطيطه، ده مطعم ايطالي برضه، ده برضه بيتزا وباستا وعنده مشويات كمان. مطاعم تانية كويسه في دهب زي ريد كات، ده مطعم ايطالي وروسي موجود في اخر شارع الفنار. ومطعم نماستي، ده مطعم اكل هندي موجود برضه في شارع الفنار. كوارع هاوس وسي عمر وجرين فالي في الممشى، دول اكل مصري طبعا. مطعم الشرقاوي وام محمود اللي في العصله برضه من مطاعم الاكل الشعبي المشهوره في دهب. في الاخر بقى دايما بحب اقول على شويه نصايح كده قبل ما تروح. لما تروح دهب البطاقه بتاعتك لازم تكون موجوده معاك او جواز السفر، ويكونوا ساريين، لان انت هتقف في كمائن ولجان شرطه كتير جدا في الطريق. لو رايح دهب خد معاك جزمه ميه او اشتريها من هناك، لان من غيرها انت هتعاني في اي شط هتروحه هناك من الصخور والحصى. لو مش بتحب الكلاب هيحصل لك حاجه من اتنين، يا هتكره دهب يا هتحب الكلاب. كميه الكلاب اللي في دهب مش طبيعيه، بس كلاب مسالمه جدا وزي العسل. مش كلاب شوارع بس، انت هتشوف هناك كل انواع الكلاب في الشوارع والشواطئ والكافيهات وكل حته. البلد هناك امان جدا في كل مكان، الشرطه موجوده في كل حته، واهل البلد البدو هيساعدوك في اي حاجه. دهب فيها اماكن كتير حلوه ومش مشهوره وما يعرفهاش غير اهل دهب او اللي قاعدين هناك، زي الجبل المخروم وكانيون عراضه ورينبو كانيون، وادي الرمان وواحه ملاحس وبير سوير، وادي حبرا وادي غزال، وكانيونات الجيبي وابو فرشه والرهيبه ومليحس. وعيش حياتك بقى. زيارتك لدهب المفروض ما تقلش عن 4 ايام عشان تعرف تستمتع بوقتك كويس. في شركات سياحه بتعمل رحلات لدهب 3 أو 4 ايام، وفي شركات بتعملها مع شرم الشيخ او سانت كاترين في رحله واحده. هسيب لكم في الوصف تحت الفيديو بيانات شركه كامب ترافل اللي كلمتكم عنها في اول الفيديو، احجزوا معاهم وهم هيعملوا لكم كل حاجه. كده انا خلصت كل حاجه عاوز اقولها لكم عن دهب. لو محتاجين اي حاجه ثانيه اكتبوها في التعليقات، اعملوا لايك للفيديو وقولوا لي ايه رايكم. تابعوني على فيسبوك وانستجرام وتيك توك عشان بنزل هناك حاجات اكتر. ان شاء الله رحله سعيده واشوفكم قريب في فيديو جديد. سلام.